العاشرة تماما بتوقيت أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. الدعم المقدم لمعاق الحرب يحقق نتائج ملموسة في عنسبة. مطالبة بحل مشكلة مياه علي باناي ودقسي. تجمع السكان منطقة لابا في مكان مركزي. سحب القوات الأمريكية وخفض مستوياتها في العراق وأفغانستان. دول إوروبية تعبر عن قلقهما بسبب بدء إنتاج إيران معدن اليورانيوم. والبنك الدولي يضخ 100 مليون دولار لمواجهة المجاعة في مدغشقر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في إطار المساء الحثيثة الجارية لتحسين الحياة المعيشية لمعاق الحرب والاعتماد على ذاتهم، أوضح بأن الدعم والقروض بدون الفوائد في إقليم عنصبة ظلت تحقق نتائج جيدة. وأوضح مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة سيشومولي ولدقرقيش أن 20 مليون من أصل 28 مليون قدمت خلال الأعوام الماضية لأعضاء جمعية معاق الحرب في الإقليم تم الاستفادة منها جيدا. وأشار سيشومولي إلى أن البرنامج هو جزءا من الدعم الجاري لاعتماد المعاقين على ذاتهم بإنشاء مؤسسات المخابز والمطاعم ومحطات وتوزيع الوقود ومطاحن الغلال والحدادة والنجارة وكذلك القطاع الزراعي وتربية المواشي. وذكر تغطية منصرفات صحية للأعضاء بنسبة ما بين 70 إلى 100% ودعمهم بمعدات لازمة. وفي فترة انتشار جائحة كورونا وجد أعضاء الجمعية المحتاجين دعما ماليا ما قيمته 760 ألف نقفة، فيما قدم العام الماضي 68 من الضان و18 من الأبقار ل86 معاقا في مديرية عتكليزان وحلحل وضحية ملبسو. وأوضح أهم برنامج هذا العام لتقوية تأطير المعاقين وتقديم القروض على شكل مواشي وإنشاء الأطراف التي تقدم الخدمات للمعاقين في مدينة كرن. هذا وتضم جمعية معاق الحرب في إقليم عنسبة 2164 عضوا، بينهم 337 عضوة. في غضون ذلك أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن المواطن المقيم في كندا السيد زمدي برهان رؤسوم تبرع ب56,250 نقفة للمعاقين الذين يتلقون الرعاية في معسكر دندن. أكد سكان ضاحيتي علي باناي ودقسي في مديرية عقردات على الاستعداد للمساهمة في جهود حل مشكلة مياه الشرب الصالحة التي يعانون منها. وطالب السكان إدارة مديرية عقردات إبداء الاهتمام لمشكلتهم التي يعانون منها نتيجة تعطل مضخة المياه ذات الدفع اليدوي التي ركبت لهم، وذلك لقدومها وازدياد عدد السكان. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية غردات السيد أزر أبروخ عقبة سلاسي إرساء مشاريع المياه في 9 ضواحي في المديرية في إطار جهود حل إشكالية المياه في جميع الضواحي. ويوجد برنامج لتشييد حفير هذه السنة لحل مشكلة مياه علي باناي. أفاد سكان منطقة لابا في مديرية نقفة إقليم شمال البحر الأحمر بأن تجمعهم في مكان وسط أنشئت فيها مؤسسات الخدمات الاجتماعية ساهم في انتقالهم من حياة الترحال إلى الاستقرار. وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية أنهم كانوا يتنقلون إلى مختلف الأماكن الماطرة ويواجهون شتى مشاكل في تعليم أبنائهم ومعالجة مرضاهم والحصول على مياه الشرب الصالحة، لكنهم في الوقت الحالي ظلوا يحصلون على خدمات صحية وتعليمية ومياه شرب نظيفة ويعيشون حياة معيشية كريمة. وأضافوا
وأضافوا قائلين أن منح الاهتمام للمناطق أدى إلى بناء نقاط صحية ومدارس ابتدائية ومتوسطة و6 حفاير كمصدر مياه شرب للإنسان والمواشي. دعا سكان ضاحية بدة في مديرية قلعلو والمهنيون الصحيون لإيجاد وسيلة إكمال مبنى المركز الصحي الذي بدأ العمل فيه ومن ثم توقف لضيق المركز الصحي القديم وعدم ملائمة موقعه. وقد بدأ بناء المبنى الجديد بديلا للمبنى الذي انهار بسبب عاصفة مطرية قبل 6 سنوات. وقال الممرض محمد عبد الله محمد إن المركز الصحي يخدم سكان بدة وبولولي وعنديلي والعين بدة وسيموتي والحريقالي، وبسد احتياجاته يمكنه تقديم خدمات أفضل. ودعا لمنح الاهتمام الكبير لإنهاء بناء المبنى الجديد للمركز الصحي. أيها السيدات والسادة، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان وصلت الآن إلى 2500 جندي. وأعلن ميلر في نوفمبر عن خطة البنتاغون سحب آلاف القوات الأمريكية الإضافية من أفغانستان والعراق بحلول 15 من يناير قبل أيام فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه. وفي بيان منفصل قال ميلر إن عدد القوات الأمريكية في العراق انخفض أيضا إلى 2500، وكان هناك ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3000 في العراق عندما أعلن ميلر إعلانه في نوفمبر. وأثار تقليص القوات الأمريكية على وجه التحديد في أفغانستان معارضة في البداية في كل من الكونغرس وداخل البنتاغون بسبب المخاوف من أن تقليصا أكبر للقوات هنا قد يكون سابقا لأوانه حتى تتبع طالبان التزاماتها بخفض العنف في أفغانستان. أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن القلق البالغ إذا إعلان إيران عن بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم. وقالت الدول الثلاثة إن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له مناح مدنية وله جوانب عسكرية خطيرة، مضيفة أن إيران ملتزمة بموجب الاتفاق النووي بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء أبحاث أو تطوير في مجال تحويل اليورانيوم لمعدن لمدة 15 عاما. ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران لإنهاء هذا النشاط والعودة لالتزاماتها إن كانت تريد حقا إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل بقيمة 100 مليون دولار للمشاركة في جهود درء المجاعة في جنوب مدغشقر. وأوضحت ممثلية البنك في مدغشقر أن الأخيرة ستتلقى هذا الدعم الذي يتضمن قرضا ومنحة عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، مضيفة أن هذا المبلغ المالي سيدعم مشروع محلي لمساعدة مواطني جنوب مدغشقر. وأوضحت أن 100 مليون دولار ستمول المرحلة الأولى من البرنامج الذي سيقدم حلولا مستدامة لمشكلات مثل الوصول للمياه، مشيرة إلى أن شح المياه هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر.
من جانبه قال أندريه راغولينا رئيس مدغشقر إن المرحلة الأولى من البرنامج سيساهم في وضع خطة بعيدة المدى للبلاد عبر تنفيذ البنية التحتية للري في مدغشقر. كان رئيس مدغشقر قد وجه نداء للمجتمع الدولي لإنقاذ 1,350,000 شخص في جنوب مدغشقر من خطر المجاعة، مشيرا إلى أن أكثر من 900,000 منهم يواجهون أزمة غذائية. والخبر الأخير في هذه النشرة: أطلق جبل سيمورو في جاوا بشرق إندونيسيا سحبا من القاز والرماد، حيث انتشرت على بعد 4.5 كيلومترات، ما دفع السلطات إلى التحذير من احتمال استمرار النشاط البركاني. ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن السلطات المحلية أن أعمدة الدخان تدحرجت من فوهة البركان، محذرة سكان القرى التي تقع في مسار السحب الساخنة. وحذرت السلطات السكان الذين يعيشون في القرى المجاورة من أن يكونوا في حالة تأهب لاستمرار النشاط البركاني، ونصحت الأشخاص الذين يعيشون في حوض نهر كورا كوبوكان بالبقاء في حالة تأهب لاحتمال تدفق حمم بركانية باردة. وبهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.